إنسان مسلم أخشى الله والواحد الأحد وفقط. أنا غير واحد المسألة ما متفقش إلا كنا كنقراو المسائل اللي راه واقعين في العالم كامل. أنا كنقول لك شت بخر، أنا كنسكن في الحدود وكتعرفني خي قنديل، وبخر عندهم الحق يبخروا. الآن وكنقولها نهار ينوض الحرب بين الجزائر والنظام الصهيوني علوي نهز السلاح مع الجزائر. هذه التحالفات، هذا المحاولات الاختراق نتاع الجزائر من اجل تحطيم الجزائر، لانه المغرب محطم، لانه المغرب تصهين حتى اصبحنا نرفع الشعارات الاسرائيليه الصهيونيه. اذا هذه العمليه نتاع الاختراق انا كنقول بخر، وكنقول للشعب الجزائري واخا عندي الاختلاف، كان عندي الانتقادات للنظام الجزائري، ولكن اذا ناقشنا وطنيه النظام الجزائري ووطنيه النظام المغربي كاين فرق كبير. اين يتجلى هذا الفرق الاخ الكريم؟ نعم، اين يتجلى هذا الفرق؟ اعطينا امثله، اعطينا غير مثال واحد. غدا نعطيك امثله واسمح لي. تفضل. غدا نعطيك واحد المثال بانه الشعب الجزائري يمكن نسبيا كيتعاطف مع النظام نتاعه. حنا الشعب كامل كيعاني. واش شتي شي مسيره من الجزائر بغات تدخل المغرب؟ لا، شتنا المسيرات بغاو يدخلوا للجزائر. طيب نقول لك تتكلمي على المواطن الجزائري. تعطيني الاخ الكريم تعطيني نماذج لا يمكن ان نبني عليها طرحك. لماذا لا يمكن ان نبني عليها طرحك؟ غدا انا عطيت لك هذه غير يعني حركه اجتماعيه، ديها غير حركه اجتماعيه. حركه اجتماعيه مثلا، حركه اجتماعيه على سبيل المثال ما كانتش حركه اجتماعيه في الجزائر. كاينين هذيك حركه. اسمعني غير خلينا نكمل. يلا تفضل. شفنا حراك مثلا المتزامن، كان حراك الريف نهايه 2016 2017. اوكي، التعامل تاع النظام المخزني مع حراك الريف ولا مع حركات اخرى، حراك جرادة، تعامل القمع والاستبداد و20 سنه والقتل بالرصاص الحي. كمال العتابي شهاده واحده، نعطيك واحده اخرى. بلاتي الاخ الكريم، في الجهه الاخرى ما كاينش هذا الشيء. غادي نعطيك واش كاين. لا، في الجهه الاخرى ما كاينش اعتقال. ما كاينش اعتقال الناس اللي تيعبروا عن الاراء ديالهم. ما كاينش اعتقال ديال الناس اللي تيحتجوا. ما كاينش قتل المحتجين. كاين المعتقلين السياسيين، كاين الاعتقال داخل الجزائر. انا انت قلت لي الاخ الكريم، قلت لي غنعطيك امثله. اعطيني الاخ الكريم باش ما نبقاوش الشيء اللي تقول لي انت على على النظام المغربي. انت عارفني انا تنقول كثر. تعرفني انا وياك عارفين النظام المغربي وهضرنا فيه. عارف اخي قلبي. دابا انت اعطيني فين كاين الضوء ديال النظام الجزائري. اعطيني الضوء ديال النظام الجزائري، اعطيني الضوء فيه. وطنيه النظام الجزائري ووطنيه. اين تتجلى هذه الوطنيه؟ انا غادي نقول واخا يكون الاختلالات وما كيبان واحد شويه للشعب الجزائري. الحمايه الاجتماعيه بحالاش هاد الحمايه الاجتماعيه بحالاش؟ عندك التواباطل لي ميديكامون يعني رخاص بالمقارنه مع المغرب. ما كاينش لي طبيه هادو. عندك السكن واخا كاين الهفوات وكاين نقص، ولكن كيساعدوا السكن.
انا مشيت للجزائر 4 المرات اخي محمد. تفضل. 4 الخطرات مشيت للجزائر. انا درت نظاظر في الجزائر. وراه شحال من الجزائر الاخ الكريم جا المغرب ودار النظاظر ديال في المغرب. سير شوف الفيديوهات ديالو اش تيقول على المغرب الاخ الكريم. شوف الاخ الكريم، شوف الاخ الكريم، من تمشي توريست لشي بلاد دوز فيها 15 يوم، شهر، 3 شهور، ماشي هي انك تعيش في واحد البلاد ياك وتتعامل مع المؤسسه ديال هذيك البلاد وتتعامل مع الادارات ديال هذيك البلاد وتتعامل مع المستشفيات ديال هذيك البلاد. متفقين؟ من جيت قارن لي الجزائر مع المغرب، قارن لي الجزائر اللي عندها البترول والغاز وما مديونه حتى بسنتيم، بل بالعكس مسلفه دول اخرين تتعاون دول اخرين ياك. وشوف الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، شوف لي العمله، شوف العمله ديال الجزائر شحال طايحه اقتصاديا، شوف لي الصناعات ديال الجزائر شنو كاين في الجزائر. الا جينا نقارنوا مع المستوى الاقتصادي، شوف عدد الشركات اللي كاينه في الجزائر، شوف الطرق، شوف البنيات التحتيه اللي كاينه في الجزائر والبنيات التحتيه اللي كاينه في المغرب، شوف الموانئ اللي كاينه في الجزائر والموانئ اللي كاينه في المغرب. شوف انت دولة الصحافة ديالها دولة ما قدراتش تمشي تنقب ياك، ما قدراتش تمشي تنقب. ما عندهم صحافي واحد راجل، صحافي واحد ما عندهمش راجل، صحافي واحد فيه النخو فيه الرجلة وتيحترم مبادئ مهنة الصحافة ومشى بحث ونقب على المعلومة ونشرها رغم طغيان النظام الشعب ديالو باش يعرف الحقيقة. حنا عندنا السجون، راك عارف السجون شحال فيها ديال الصحفيين، عارف السجون شحال فيها من ابناء الريف ومن ابناء جرادة الاحرار في ظل النظام الديكتاتوري، وقالوا الحق في النظام الملكي. انت من واحد من هذوك الاحرار اللي تيقولوا الحق في النظام الملكي، ولكن النظام الملكي ارتكب جريمه غتخرج انت اول واحد وغادي دير النظام الملكي. عطينا الاحرار ديال الجزائر اللي دخلوا ندزوا بهادشي اللي وقع. انا متاكد تكون 3 الجزائريين كانوا راكبين في الجيتس كيوقتلوا بالدرك البحري ولا البحريه الملكيه، والله كنتي اول واحد تخرج دير البحريه الملكيه انت كمغربي، اول واحد، وتقول نظام ديكتاتوري. انا لازلت على تحدي معك اخي الكريم، اعطيني اين تكمن الوطنيه، ما تقوليش اعطيني اين تكمن الوطنيه اين تكمن، شنو قدمت هذه الحكومات وهذا الجيش واشنو بلاتي خلينا نكمل. انا كنعرف المواقف تاعك من النظام المغربي، كنعرفها شكلا وتفصيلا، ما هذه ما فيهاش النقاش. هذا النظام هذا اللي حاكم المغرب دا كلشي. تكلم لي الاخ الكريم المساحه عندي اليوم، غدا نطلع انا وياك ونعطيو للنظام داك الشيء اللي بغا، انا وياك نهضروا. شوف باقي انا المساحه عندي اليوم مخصصها لجريمه المغاربه. واحد السؤال غدا نعطيك الخيرات نتاع البلاد خصها تبان. في الجزائر كتبان نسبيا. واش كتعرف شحال نتاع الاحتياطي الخام نتاع الذهب في الجزائر، وكتعرف شحال في المغرب؟ ما عنديش فكره. الاحتياطي الخام راه كاين تقريبا 173 طن، 173 طن و200 ولا 300. الله يزيدهم، الله يجعلهم مليون طن، ما عنديش مشكله. غير اسمعني هضر معايا اخ الكريم، في الخزينه العامه، الاخ الكريم قول لي اين تتجلى قلت لي كلمه الوطن. شوف انا غير ما تقولش لي كلام هذه انا راك عارف الوطن. اسمع الاخ الكريم، خيرات الوطن، الاخ الكريم خيرات الوطن كاين في البنك المركزي ياك، وعندك العمله ديالك عندك طايحه رخص التراب. العمله ديالك قارن لي غير العمله مثلا على سبيل المثال 200 درهم مغربيه تساوي تقريبا شي 200,000 دينار ولا درهم جزائري. شوف لي غير العمله، قارن لي غير العمله ياك. الذهب اللي عندهم في الجزائر ما عندناش حنا في المغرب كما قلتي ياك، وراه خصها تكون العمله ديالهم طايحه. اذا الاقتصاديين هادو اللي عملتهم طايحه مقارنه مثلا 20 اورو مثلا 20 اورو تتساوي 200,000 دينار وخير. يعني الوراق عندهم ديال الفلوس يمشي تزيد.
نزين الجواب ديالك على السؤال اين تتجلى وطنيه النظام. السؤال انا كنقول لك الخيرات نتاع الوطن بديت لك على الذهب. لا دابا واش دابا نستافد منه الاخ الكريم. خليني نكمل اخي محمد. واش هذيك ماشي خيرات الوطن؟ واش ما كتنتهي خيرات الوطن؟ الاخ الكريم انا تنقول لك عندهم الذهب، عندهم الديامو، عندهم الغاز، عندهم البترول، عندهم النووي، عندهم الخيرات العالم كامل. طيب ومن بعد كيفاش ومن بعد؟ شوف، وبالنسبه للمواطن اين اخي الكريم اين تتجلى هذه الوطنيه؟ والخيرات نتاع الوطن كتبقى للشعب صاحبي. ما كيبقاش وراها. الاخ الكريم وشحال ديال الجرائد تكلمت على الشفاره المسؤولين الكبار مهربين الفلوس وساريين لي زابارتمون ودايرين وفاعلين. وهذا اخويا شوف المسؤولين، شوف اخويا المعارضين الجزائريين، شوف من تبغي تعرف الوجه ديال شي دوله سير المرآة ديالها، ما تستمعش ليا. دابا انت من غنعرفوا حقيقه المغرب غنسمعوا لكم، تسمعوا ليا ولا غنسمعوا للعياش؟ اللي ما غنسمعوا المعارض. غتسمع المعارض ياك. ومن تبغي تسمع الحقيقه، تبغي تسمع الحقيقه ديال شي بلاد، سير تصنت المعارضين ديال اش يقولوا عليها. سير شوف شحال عندها ديال المعارضين في السجن، شوف عندها شحال قتلات ديال الناس، سير شوف هذيك الخيرات ديال البلاد اللي عندها واش متنعم بها الشعب ولا مخليها لمن مخليها. وتصور معايا تقول لي مخليها لهم الذهب، وشكون اللي قال لي انا غدا ولا بعد غدا تصفيها هي كاع الشعب وتتمتع بديك الخيرات؟ واش استفد الشعب اليوم؟ استفد من ديك الخيرات، الخير اللي عنده وديك الخمير. بعد ما انت تعطيني مثال ديال واحد لاباس عليه، لاباس عليه مزيان، خالص فلوس، ملياردير ومخلي وليداتو بالجوع.